اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا احنا هنا عملنا معاكم شوية رز بشعرية اهو. ماشي اهو، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله. طبعا بقى احنا قلنا ايه، زهقنا من الفراخ، عمالين نعمل في فراخ في فراخ في فراخ، فزهقنا من الفراخ. قلنا بقى نعمل ايه، نعمل اللحمة النهاردة. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا هنا عملنا الرز بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده، لون الشعرية ذهبي. وعملنا هنا معاكم برضو ايه، بعد ما خلصنا طبعا الطبيخ والحاجة اللي احنا عملناها، عملنا هنا شوية. طبعا كان عندي هنا شوية بسلة في في الفريزر، طلعتهم مع الجزر بتاعها اهو. وكان عندي الصلصة طبعا مصلصلاها زي ما قلت لكم. انا بحب اجيب ايه، دي حتة لحمة كده بيضة، فحطيتها معاها تدي طعم وتدي ريحة. ماشي، صلصلت عادي ورحت مقطعة فص ثوم ني، وقطعت فص ثوم قطعت فص ثوم مع الصلصة كده ني، وقطعت فص ثوم مع البصل. ماشي، هنا طبعا برضو البسلة استوت خلاص اهي. ماشي، انا غطت عليها. وهنا طبعا دي بقى ايه، اللحمة اهي. بصوا الشوربة بتاعتها جميلة ازاي، مقطعة لها قطاية مع بصلاية. اللحمة بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يعني. في ناس بقى بتحب تعملها بالطشة اعمليها، في ناس بتحب تخليها كده خليها كده، بس هي بصراحة شكلها وريحتها جميل بصراحة، طعمها احلى. طب انا لسه ما دقتهاش، ادوقها بقى وبقول لكم طعمها ايه، بس هي جميلة بصراحة. اهي دي طبعا انا جايبة حبة عظم برضو من ال من ال من الجزار يعني، وقايله له حط لي حتتين بيض. حطيت لي طبعا بسم الله ما شاء الله. هي لما بتبقى ملبسه اصلا بتبقى حلوه، لكن الحمراء قوي دي انا ما بحبهاش بصراحه. ما بحبش اللحمه الحمراء قوي يعني، ولا البيضه قوي برضو. يعني مش تحطي لي بيضه وتقولي لي لا هي كده حلوه، لا طبعا برضو لازم الحاجه تبقى في المعدل بتبقى حلوه. وبألف هنا وشفا. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله. طبعا انا مش هكذب عليكم، يعني احنا بدل ما كنا بنجيب كيلو كيلو ونص، بقينا دلوقتي بنجيب نص كيلو على قدنا وخلاص على كده. وهنعمل ايه؟ طب احنا عشان معانا اطفال، حتى لو معناش اطفال احنا بنروح وبنيجي وبنشتغل، فعايزين برضو لقمة تسندنا. طبعا حتة اللحمة بتسند عن الفراخ 100 مرة، فمحدش هيتقطع عن لحمة وفراخ زي ما بيقولوا قطعوا، مش هنقدر نقاطع. لو قطعنا هنقاطع شهر شهرين 3، مش هنقدر نقاطع العمر كله يعني. ولقمة جميلة النهاردة اهي، بسيطة خفيفة. انا ما بحبش ايه يعني الطبيخ الكتير. انا هنا عملت كيس البسلة صغير، مع مثلا قولي مقدار نص كيلو طماطم على معلقتين صلصة بس، والحمد لله. وهنا طبعا ده شوية رز اهو، عملت الكيلو لان احنا بنحب الرز ما بناكلش عيش. فعملت الكيلو مع نص كيلو مع نص الكيس بتاع الشعرية. نص الكيس دوت طبعا بيبقى اقل من نص كيلو، يعني نقول ربع كيلو مثلا شعرية مع الكيلو. ما شاء الله حلوة اهو، ملا حلة حلوة. وبألف هنا وشفا، وربنا يصلح حالنا يا رب، ويفك قلب كل مكروه، ويقضي حاجة كل محتاج يا رب، وما يذلش حد ابدا، وما يحوجش حد ابدا لحد يا رب، اللهم امين. ويصلح حالنا وحال البلاد يا رب، ويمنع عننا الغلاء والوباء يا رب، اللهم امين.
طبق البسلة اهو. يا سلام يا سلام، ما بحطلهاش الا فلفل اسود وحبة ملح بس، والحمد لله على كده. وهي بسم الله ما شاء الله اهي، دي انا مخزناها، هي تعتبر من السنة اللي فاتت، ما شاء الله عليها. مفيش حاجة بتخسر زي ما قلت لكم، والله يا بنات ما في حاجة بتخسر. طبق الرز اهو، عرفنا طبق الرز على قدنا كده اهو. بص الرزاية تعديها عد، الحمد لله. الله يرحم امي بقى، هي طبعا اللي علمتني، مفيش حد غيرها علمني، يعني مين اللي كان هيعلمني غيرها؟ لغاية دلوقتي بعمل حاجتها وبعمل اللي هي كانت بتعمله. الله يرحمك يا امي ويسامحك ويغفرلك، ويرحمك يا اخويا ويسامحك ويغفرلك، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وهنا بقى طبعا ده طبق الشوربة الجميل اللي انا بحبه، ما اقدرش استغنى عن طبق الشوربة ده الصراحة، بألف انا وشفا بصراحة يعني. اللحمة اهي، شايفين ملبسة ازاي؟ انا بحبها ملبسة كده بقى. بألف انا وشفا. اطفي يا سما التلفزيون. طبعا معلش انا بعتذر، جالي مكالمة فعشان كده قطعت الصوت يعني. الشوربة دي بقى انا هاخدها اعمل عليها شوية هتشرب شوية تومة، بصراحة بتبقى جميلة، بس مش دلوقتي بقى لان انا دلوقتي جعانة الصراحة. فهنقعد بقى ناكل، وبعد كده بقى طبعا ايه، نقوم عاملين بقى الطشة ونعمل اللي احنا عايزين نعمله.